اسمع الفيديو ده للاخر عشان تتجنب الكلام ده خالص. وزير الصحه الفلبيني طلع وقال ان فيروس الايدز منتشر جدا في الفلبين وبنسبه 500% مقارنه بالسنه اللي فاتت، والحالات هناك منتشره بشكل مش طبيعي. واحد يقول لي يا عم انت بتخوفنا وخلاص، اتقي الله، احنا مالنا مول الفلبين؟ اذكر الله بس وانا فاهمك الدنيا بتقول ايه. الدول الخليجيه يا حبيب قلبي في ناس كتيره جدا مشغله الفلبينيين، وتقريبا بنسبه 60%. فطبعا في مصريين واخواتنا عرب شغالين في دول الخليج، وطبيعي بيتعاملوا مع الفلبينيين، ومعروف ان المرض ده بينتقل من خلال استخدام الادوات، وطبيعي اي حد بيشتغل مع الفلبينيين اكيد بيتعامل معاهم. فنصيحه لوجه الله ما حدش ياخد اي حاجه من اي فلبيني. طيب هيتنقل ازاي بقى لمراتك وعيالك وانت اساسا في الخليج؟ ما انت يا حبيب قلبي لا قدر الله لا قدر الله لو اتعاملت مع حد فلبيني لو كان عنده المرض ده وجالك، انا بقول لا قدر الله ربنا يحفظكم اللهم امين ويحفظ الناس كلها، انا بقول مجرد افتراض ونصيحه. طيب نكمل بقى. وحضرتك نزلت اجازه وقعدت مع مراتك وعيالك، فهمت ايه اللي هيحصل؟ هيتنقل طبيعي لمراتك وعيالك. فالفيديو ده نصيحه ومش تخويف، ربنا اللي يعلم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. سلام.